بسم الله الرحمن الرحيم. هحضر البولة بتاعتي كده، ودي زبداية بلدي بس يكون نوعها حلو ومتبقاش حادة. تمام. ودي واحدة كده او حبتين من الخيار صغيرين او واحدة كبيرة. تمام. بشرتها في المبشرة كده واقلبهم كويس جدا مع بعض. سلطة الزبادي يا جماعة بتنفع تتاكل جنب المحاشي والمشويات، تحفة من الجمال. دي سيكة كده من الملح، حاجة بسيطة خالص على حسب رغبتك. ودي شوية كده من الفلفل الاسود، معلقة كبيرة كده من الخل. الخل برضو بيظبطها وبيديها طعم حلو قوي. ودول واحدتين تلاتة كده، ورقتين تلاتة من النعناع. تمام. بفركهم كده بالنعناع بقى، بيوديها في حتة تانية. يعني النعناع هو الاصل فيها، يعني اصل التوابل بتاعتها هي النعناع. ودول فصين صغيرين خالص من الثوم، بقطعهم رفيع جدا جدا جدا. تمام، عشان ما تبانش. بس الثوم برضو بيخليها طعمها حلو قوي. لو عايزه تستغني من الثوم خالص مفيش مشكله برضو. بس اهم حاجه التوابل بتاعتها دي اساسيه، النعناع والفلفل الاسود والملح. بقلبهم كده كويس جدا مع بعض. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، عشان بس الثوم يندمج مع كل السلطه. بدوق بقى الحدق بتاعها كده، لقيتها عايزه شويه ملح، واضيف لها كده شويه ملح وبرده بقلب فيها. هي كده خلاص تعتبر سلطه الزبادي بتاعتنا خلصت. مبتاخدش دقايق، بس تحفه من الجمال. وفعلا لو انت عامله محشي اعملي سلطه زبادي جنبه، بيخليه تحفه من الجمال، بالذات محشي ورق العنب. جبت بقى طرنشات الخيار كده واقطعها واحطها كده على الجنب، بزين بيها. صوص الزبادي طبعا عارفين فيه فوائد جامده. وازين بقى زي ما انا عايزه كده، بيديها شكل حلو، وكمان بيتاكل معاها كده بيبقى شكله حلو قوي وطعمه جميل جدا وبيرطب. يعني لو عندك حموضه كلي السلطه دي، بس ما تحطلهاش توم. جميله جدا جدا جدا، وجنب البطاطس المقليه تحفه تحفه تحفه. بصوا بقى، بنظبط الطبق كده لو في عزومه كمان وعامله مشاوي او عامله محاشي، بتبقى طعمها حلو جدا وتشرف بجد على السفره. بصوا بقى، بناخد الخيار كده من على الجنب وناكل بيه كأنه بنغمس بيه. يعني بصي مشبعة كمان جدا جدا، تنفع معاكي كمان للعشاء. يعني لو انت عاملة رجيم للعشاء، تحفة من الجمال. تحفة. بصوا بقى الجمال. يلا، السلام عليكم بفيديو جديد.